السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات. اليوم غنشارك معكم واحد العصير اللي غني بفيتامين سي، اللي حنا عارفين فيتامين سي والفوائد ديالها في هذا الوقت ديال البرد اللي تيحارب هاد الشيء الفيروسات وهاد لاغريب. وكم تعرفوا ملي تيتقلب هاد الجو هذا كاين اللي تيقول لك يعني راه ماشي وقت العصير، ولكن العصير مهم في وقت البرد اكثر من الصيف. المهم البنات هانتوما راه درت هنايا 3 الحامضات. واحد جوج خليتهم القشره ديالهم خضرين، واحد جوج يعني قشرتهم خليت هذيك البابه ديالهم، واحد طريف ديال السكينجبير طري. المهم انا تقطعت ودرت في الطاسه، عاد فكرت بغيت نحطو معكم نشاركو معكم، لان بزاف ديال الناس يقدروا يستافدوا من هذه المعلومه. علاش لا؟ حنا هنايا تنتعلموا من بعضياتنا وتنستافدوا من بعضياتنا. المهم البنات دابا حنا كما تتعرفوا يعني وقت الكاكي، والكاكي راه غني بفيتامين سي كتر من الليمون العصير. واكثريه الا درتي معاه هكا الحامض وسكينجبير طري، يعني راه قنبله الموسم يعني تتحارب. نتوما انا راه تنعصر بكميه كبيره وتنعمرو تنحطو عندي في باب الثلاجه. مني تنبغي نطحن هكا الكاكي ولا نطحن يعني خيز ولا اي حاجه تنقدر تنجبدو وتنطحن به. المهم البنات هانتوما راه مني قطعت الكاكي 3 الكاكيات، ودرت معاه شويه ديال القرفه. القرفه حنا عارفين حتى هي والفوائد ديالها وسخونه في هذا الوقت البرد. وغادي نجيب العسل، غندير 2 معالق كبارين. هانتوما كما تشوفوا كلشي ناتورال، يعني عصير ناتورال ما فيه لا سكر ولا حتى شي حاجه. البنات هذا العسل راه حر. البنات اللي هنا في اوروبا راهم عارفين يعني كاين هنا العسل موجود، العسل الحر. انا غنخلط هاد المكونات ونطحنهم. والله البنات لازم ندير كميه كبيره كل نهار وحنا تنشربوا فيه، ويعني تيجي منعش وزوين. واخا يعني دابا وقت البرد يعني حتى الذات تكون محتاجه هكا السوائل، وانتم عارفين فيتامين سي راه تتحافظ حتى على البشره وما تتخليش داك الماء ديالها يضيع. الأغلبية ديال الناس دابا في وقت البرد تينقصوا الشرب الماء، وهاد فيتامين سي والحامض راه تيحافظ يعني على الماء في البشرة. مهمة والمن تكون هكا شي حاجة حلوة تدوز في الحقيقة. المهم انا غادي نطحن البنات كلشي، راه ما قشرش الكاكي ولكن من بعد غادي نصفيه معكم وغادي تشوفوا. المهم هانتوما راه طحنت تبارك الله واحد الكمية كبيرة. هاد الغرف راه فيه 2 لتر، وجبت هنا واحد الصفايه انا غادي نصفيه. هانتوما تيجي خاتر تيجي زوين البنات. وكاين البنات اللي تيديروه في الثلاجه وغادي يجي بحال شكل ديال فلو فلان تيقولوا هنايا. ديري فيه واحد الساشيه ديال السكر وتخليه في الثلاجه وتيتكال هكا بالمعلقه، ولكن انا ما بغيتش ندخلو الثلاجه. حنا بغينا نشربوه هكا يعني سائل، تيجي زوين وتيجي خاتر وداك المذاق الحامض مع سكينجبير تيعطي واحد المذاق زوين البنات. راه نتوما عارفين راه الواحد ملي تيكون مريض مثلا بالحلاقم تيقولوا ليه دير العسل مع الحامض، وهاد المكونات كلها صالحه. الحامض العسل القرفه، يعني مواد اللي زوينه وتتحارب لنا يعني حتى الامراض بحال هكا والفيروسات في هذا الوقت البرد. وهذا هو الفيديو البنات اليوم، راه جا قصير بغيت نشاركه معكم. نتمنى الى الاعجاب ديالكم، والى عجبكم دعمونا باللايك وباشتراك وشي تعليق زوين بحالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.